خلصنا التحفيل، نحط التحفيل بقى على جنب. تعالوا نتكلم كده كلمتين فنيا شويه عن ماتش الاهلي والزمالك. هنتكلم بحياديه، احنا خلاص اتحفلنا واحنا اهلاويه. تعالوا دلوقتي بقى نتكلم بحياديه شويه من وجهه نظر فنيه، نحاول نحلل كده اللي حصل في الماتش. تعالوا كده نحلل اداء الزمالك شويه وبعد كده هننتقل على الاهلي. الزمالك لعب اول 10 دقايق كان بشكل كويس قوي، وفعلا جاله فرصتين كان ممكن يخلص بيهم الماتش. بدأ في الاول كمان بفرصه لعدي الدباغ، وفي فرصه كانت بتاعت ناصر ماهر. في حاجه بقى حصلت من بعد الدقيقه 14 او الدقيقه 13 كده، ليه كزمالك رجع ورا وعمل دفاع كومباكت. انا من وجهة نظري هرجع بقى لناحية الاهلي، اللي انا هقول لك ازاي هو اللي اجبر الزمالك ان هو يرجع. الاهلي بدأ الماتش بالحالة الفنية اللي نهى بيها الماتشات اللي فات، وهي ان هو مخضوض متاخد تايه في الملعب، مش عارف يتحكم في رتم الماتش. بعد العشر دقايق دول او ربع ساعة كان في كلام من بره من على الدكة، بخصوصا من عماد النحاس، وخصوصا كمان من عادل مصطفى. ركزوا معايا على الاسم. ان هو كان بيتكلم مع لعيبه ان هو اهم حاجه امسك كوره، بس امسك كوره واعمل باص، امسك كوره واعمل باص. حتى لو هتعمل دوت في التلت بتاعك، حتى لو هتعمل في التلت التاني مفيش مشكله، مش لازم توصل للتلت الاخير، بس امسك كوره. همد الزمالك شويه الدخله اللي هم داخلينها، وفعلا الاهلي بدا ينقل باص 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 باص. الزمالك وقتها كان بيحاول ان هو يعمل دفاع متقدم وان هو يضغط، بس لقى ان ده مش ناجح. فده اللي خلى المدرب وقتها يعمل الكومباكت ورا، ان هو رجع ودافع بالفرقه كلها في التلت الاخير بتاعه. المهم ان اللي حصل بعد كده ان الاهلي مسك الكرة، وده على فكره انا بقول لك مش شايف ان هو صح، لا كان لازم الزمالك يكمل في الضغط بتاعه. بس المهم ان ساعتها ساب الكوره للاهلي، وهو شايف ان هو هيقدر ان هو لو ساب الكرة للاهلي والاهلي ضغط عليه هيعرف يعمل مرتدات وهيعرف يجيب اجوان. المهم ان الاهلي مسك كوره، ما كانش في فعاليه كبيره لحد ما الاهلي الزمالك، وفي وسط ما الاهلي هو اللي ماسك كوره وضاغط على الزمالك، هوب في هجمه مرتده، هوب في غلط كده ولخبطه حصلت بلانتي ما كانش ليها اي لازمه من ياسين مرعي، بس هو ما كانش شايفه اصلا. بس انا بقى عايز اعلق في النقطه ديت. قبل البلانتي في 3 كور، الكوره بتعمل بند في الارض والمدافع بيسيبها تعمل بند، مع ان الف ب في الدفاع ان انت ما ينفعش تسيب الكوره تعمل بند في الارض، لازم الكرة وهي جايه عاليه تشتتها على طول وهي عاليه، لان لو عملت بند ده في خطوره ان هي ممكن تتقطع منك، ممكن تعديك، وممكن المدافع ياخدك في ظهره، في احتمالات كتير قوي ممكن تحصل. فما ينفعش تسيب الكرة تعمل بند. قبل الكرة دي في كذا واحده حصلت، كانت واحده مع ياسر، وكانت واحده مع كوكا، كانت واحده مع ياسين مرعي، واتكررت تاني مع ياسين مرعي، ونتجت عنها ان هو من غير ما يشوف عضيه الدباغ عمل معاه البلانتي صحيحه 100%. هيجي بعد كده دخل عبد الله السعيد، كان داخل طبعا، احنا كلنا قلنا عبد الله ما بيضيعش، المهم ان عبد الله ضيعها. الناس بتقول لك الكره اتعادت ليه؟ الكره هيقول لك مثلا الكره اتعادت عشان محمد الشناوي تقدم، لا 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 لا، مش ده اللي حصل زي مثلا ما بلال علام ما قال، لا لا الناس دي مش فاهمه حاجه. بس الكره اتلغت ليه؟ الكره اتعادت ليه؟ اسف، الكره اتلغت عشان محمد هاني دخل منطقه ال 18 قبل الكوره ما تتلعب. هتقولي طب ما كله دخل، بس مين اللي استفاد من الكوره؟ محمد هاني، لان هو دخل شتتها بعد كده وخلى لعيبه الزمالك ما تستفادش منها. فساعتها بيشوفوا اللعيب اللي استفاد دوت هل فعلا كان متقدم وداخل منطقه الجزاء قبل ما الكره تتلعب او لا، متقدم الكره تتعاد. واحد هيقول لي طب ما يا عم في لعيبه من الزمالك دخلت، ما لو في لعيب من الزمالك كان دخل قبل ما الكوره تتلعب، وعلى فكره وشاطها ودخلها جون، برضه هتتلغي. الموضوع هنا او هنا، فاعاده ضربه الجزاء صحيح 100% برضه. جه بعد الهدف بعد الكره ما اتعادت، طبعا حسام عبد المجيد من احسن منفذين ضربات الجزاء في مصر دلوقتي، دخل حطها بشكل كويس قوي. دونجا عمل حركه عبيطه جدا لجمهور الاهلي، دفع ثمنها طبعا بعد كده. المهم الاهلي بعد ضربه الجزاء استمر في الضغط بتاعه، حاول ان هو يتعادل، وفعلا في اكتر من مره كان هينجح في كده من الضغط بتاعه. في اخطاء بدات تحصل في الزمالك في نهايه الشوط الاول، كان بادئ ان في توتر وتعب واجهاد بدا يظهر عليهم. المهم الشوط الاول خلص، نزل الشوط الثاني، الاهلي مستمر في نفس الضغط. هيجي بعد كده ان الزمالك كان المفروض بعد تقريبا ربع ساعه وانت شايف الفرقه بتاعتك ضغطاك، كان لازم ان انت تختار ان انت ممكن تنزل ديفندر تاني مع دونجا، تسحب ناصر ماهر وعبد الله السعيد ماشي، وانت تنزل ديفندر تاني. ده فكر صح على فكره، وكان المفروض يحصل، لان انت نص الملعب كان ممسوك منك.
المهم ان هو اختار ان هو يكمل زي ما هو، وفعلا الاهلي برضه فضل مكمل ضاغط زي ما هو، وفضل الاهلي بيحاول. بس كان في بقى حاجه بتحصل من الزمالك، الميس باص كان عالي قوي. بس برضه ده كان بيحصل نتيجه ان الاهلي كان ضاغط قوي من قدام، ما كانش بيدي الاريحيه للعيبه الزمالك ان هي تعرف تحضر. بصراحه قرايه الماتش كانت كويسه من عماد النحاس. ما انا بقولش عماد النحاس مدرب كويس، بس على فكره المدرب دوت جه ماسك الاهلي تقريبا لحد دلوقتي تقريبا 11 ماتش. هو على فكره في ما خسرش ولا ماتش منهم، كسبان 9 ومتعادل 2. أنا بس تقريبا الاحصائيه دي بحاول ان انا اوصلها صح، ان عماد النحاس ما خسرش ولا ماتش مع الاهلي. المهم استمر الاهلي في الضغط بتاعه، واستمر برضه في الضغط من قدام، وكل ما مجرد ما لعيب الزمالك بس يستلم الكرة يلاقي لعيب واثنين وثلاثه بيضغطوا عليه، وده كان بيعمل ميس باص كتير. ناصر ماهر قبل الكرة اللي بتخش جون على فكره عمل 2 ميس باص، وده كان حاجه غريبه شويه، ان كان في بدا ان اللعيبه كمان حتى وهي لوحدها ومستريحه بتعمل ميس باص. ومش ناصر ماهر بس، محمد اسماعيل برضو عمل اكتر ميس باص، بس الاهلي كان ضاغط والاهلي كان احسن. هنيجي بقى حته التغييرات شويه، ان هي في تغييرات حصلت غيرت في الماتش شويه، تغييرات من ناحيه الزمالك وتغييرات كمان من ناحيه الاهلي. تغيير من ناحيه الزمالك خروج عدي الدباغ بالاصابه ونزول ناصر منسي من بعد ما اتجوز بقى ابيض. هو من قبل كده برضو ما كانش اللعيب السوبر، ده لعيب ماتش صياطه شبه قفشه كده، بس هو جه بعد كده دخل، تحس ان الزمالك بقى بيلعب ناقص لعيب. عطية الدباغ كان بيشاكسهم، كان بيحاول يدخل مع ياسر، يلتحم مع ياسين، يحاول خد البلانتي. بس ناصر منسي كان محسس ان الدفاع مش مضغوط بتاع الاهلي، فكان الدفاع بيطلع، ياسر كان بيطلع، ياسين كان بيطلع، فهو ما كانش ضاغط على دفاع الاهلي. والتغيير طبعا اللي بعد كده حصل واللي قلب طبعا الدنيا، طاهر لما اتصاب. في ناس بتقول لك ما هو لولا طاهر اتصاب ما كانش حسين نزل، حسين كان هينزل، طاهر كان هيطلع. كان باين ان دوت هيعمله عماد النحاس، وده كان واضح ان طول ما النتيجه كده كان حسين هينزل وكان طاهر هيطلع، واحنا كلنا عارفين ان ده هيحصل. طبعا حسين نزل قلب الماتش حرفيا يعني. الاهلي كمل في الضغط بتاعه وفضل ضاغط عليهم مره اتنين، باص. بصراحه جون حلو قوي. شريف عمل لقطه فنيه جدا حلوه جدا مع حسام عبد المجيد، واداها لحسين الشحات اللي اكتشف نفسه من اول وجديد مع الاهلي في الماتش دوت. وجا بعديها حاول فريرا ان هو يبتدي عايز يلحق الماتش، بس عقبال ما كان حضر التغييرات اللي هتنزل كان الاهلي خد ضربه الجزاء اللي شبه ضربه جزاء الزمالك بالظبط. لعبنا بعديها دقيقتين 3 وبعد كده حصل تغييرات تانية للاهلي والزمالك مع بعض. ملخص الماتش هنقول حاجتين. الماتش دوت خلص اولا بالروح العاليه لعيبه الاهلي، ان اللعيبه كانت هتحسها بتحاول تموت في الملعب حتى لو مش قادره توصل، الفنيات قليله بحيث ان الكوتشنج مش عالي قوي، فده كويس. وحصل ان كان في جزء من روح الفانيلا الحمراء زي ما بيقولوا. تاني حاجه مدرب ضعيف عند الزمالك، وخلى ان اللعيبه بعد ما كانت متقدمه مجرد ما اتنقل عليهم نقلتين 3 رجع على طول ولعب الكومباكت، فده ريح لعيبه الاهلي ان هي تقدر ترجع للماتش تاني. في النهايه ده ماتش ب3 بونت، بس صدقني هيفرق قوي في حاجتين. اول حاجه هيفرق مع النادي الاهلي ان هو لو كسب كهرباء الاسماعيليه كمان هيبتدي ان المدرب الجديد هيجي على وضع كويس، مش هيجي على وضع وحش، هيجي ان هو محتاج بس يكسب ماتشاته، على الاقل هيعدي الزمالك دلوقتي وهيبقى هو المتصدر لحد ما بيراميدز تلعب ماتشاته. وهيفرق كمان مع الزمالك ان بعد كمان الماتش بيقول لك في ازمه مستحقات، اللعيبه رفضت ان هي تنزل التمرين النهارده. توابعوا صدقني دول ماتش 90 دقيقه نقلوا المشاكل من النادي الاهلي لنادي الزمالك.